بنسمع من أمهات كتير يقولوا إيه، ولادنا مش عارفين إذا كانوا هم مصريين ولا أجانب، متلخبطين. طب يتلخبطوا ليه؟ أولا، الإنسان دايما بينتمي للمكان اللي هو عايش فيه. الأصل إحنا أصولنا كلها مصرية، ومصري وأفتخر. أنا بحب مصر جدا صراحة، فمنتمية لمصر. بس ممكن نعلمهم حاجة، نعلمهم اني اخد من كل حاجة، يعني من مصر الحاجات الحلوة اللي فيها، والعقائد والتربية الأصيلة والعادات والتقاليد اللي اتربينا عليها. يعني ما ننساش أصلنا، ان احنا دايما نبقى زي ما اتربينا وتعلمنا، ناخد الحاجات الحلوة من هنا وناخد الحاجات الحلوة من أوروبا. أوروبا ما فيهاش كل حاجة وحشة، ولا دايما أفكارنا بتوع أوروبا دول ناس متبرجين أبدا. في ناس منهم متربيين تربية حلوة جدا، ومحترمين جدا، ومؤدبين جدا، ويمكن يفوقوا كمان اللي هم ساكنين في البلاد العربية، صدقوني. يعني الواحد شاف كتير قوي هنا ناس تحسها ان هم بيعملوا وصايا الإنجيل بحذافيرها. يعني أمنا جدا، مؤدبين جدا، محترمين جدا. آه تحسيهم إن هم يعني فيهم كل الصفات اللي الواحد يتمنى إن ولاده يطلعوا عليها. يعني ما تخلوش الولاد يتلخبطوا نفسيا، ويتلخبطوا اجتماعيا، ويبقوا مش عارفين، يبقوا متأرجحين ما بين ان انا مصري ولا انا اوروبي. نعلمهم ان ناخد من كل حاجة، من كل بلد الحاجة الحلوة اللي فيه. يعني سوم بايشبيل، يعني على سبيل المثال، من الدول الأوروبية بناخد النظام والترتيب والانضباط في المواعيد، وازاي الواحد يحترم الآخر المختلف عنه في كل شيء. يعني في ناس كتير مختلفين عننا، يعني مش شبهنا، ولكن عندهم صفات حلوة. يعني نتعلم الصفات الحلوة اللي فيهم، مش لازم دايما نقعد نبص على الصفات السلبية اللي فيهم، أو الصفات السلبية اللي في البلد. ده في نظام يعني، والعربية معدية لازم تقف عشان العربية تعدي، وبيبقى فيه كده احترام للبني آدم اللي بيعدي ده، بيحس ان هو له مكانه وليه مكانه، وانه يعدي في مكانه، وان احنا وسعنا له المكان، ما ضايقناهوش. آه الترتيب والنظام، ان كل واحد ياخد دوره. احنا ساعات في بلادنا، مش عايزة يعني اطلع سلبيات، لكن بنهجم على الحاجة كده، ما بيبقاش فيه طابور، وكل واحد ياخد دوره، وانت عارف انت امتى وانت امتى، وكل واحد بيحترم نفسه. حتى لو كان في واحد راجل عجوز بنقدمه عننا، لاني هو الاولى ان هو ياخد المكان ده، علشان ما يقفش كتير، وعلشان ما يتعبش. يعني نعلمهم ونتعلم معاهم ان كل حاجة حلوة، كل حاجة فيها نظام، كل حاجة فيها تربية، فيها حاجة أدب، فيها حاجة ذوق، فيها حاجة احترام للآخر، ناخدها من كل بلد، بصرف النظر أنا مصري بقى ولا أنا إيه، أوروبي. أنا مصري أو أوروبي دي يعني مش هتفرق معايا كتير، قد ما يهمني إن أنا أكون بني آدم، إنسان محترم، إنسان فعال، إنسان بيحترم الآخر، إنسان بيحترم القوانين، قوانين البلد، قوانين الدولة اللي أنا فيها.
اعلمه يحترم قوانين الدولة والبلد وان كل حاجة ليها نظام وترتيب. وزي ما انا مثلا في بلدي آه، ماشية على قوانين بلدي وعلى ترتيبات الدولة، برضو أنا هنا عايش في أوروبا. طول ما أنا عايش هنا في المكان هنا في أوروبا لازم أحترم قوانين الدولة اللي أنا عايش فيها، وأحترم نظامهم، لأن دي حاجة هتخليني أنا مرتاح نفسيا، وهتخليني كمان إني مش مختلف عنهم، وما يبصليش على إني إنسان غريب أو إنسان آه، يعني ذو طبع مختلف. يعني متطبع بالبلد اللي انا عايش فيها، بس واخد الحاجات الحلوة وبأكد على الحاجات الحلوة، لان مش كل الناس وحشة، مش كل الناس متبرجة، مش كل الناس هنا بتصنع شر. بالعكس، انا كل الناس اللي قابلتهم صراحة كلها ناس محترمة قوي، وناس كل واحد عارف اللي ليه واللي عليه، وكل واحد ما بيحاولش يعني يتعدى حدود الآخر. لا، ده هو سايب كل واحد براحته. يعني الناس بتحترم بعضها. الناس يمكن شوية بيبصوا على الأجنبي إن هو جاي من العالم الثالث، ممكن يكون متخلف شوية أو ممكن يكون متأخر عنهم حبتين. لكن لما بيتعاملوا معاهم ويشوفوا طريقتهم ويشوفوا أسلوبهم ويشوفوا معاملاتهم، الصورة بتتغير. فخليك أنت الصورة اللي تغير فكرهم عن العرب وعن المصريين وعن